ما يسمى بقصر الرئاسي في الرابوني تسبب في غضب ساكنة مخيمات تندوف على قيادة البوليزاريو. عبر عدد من ساكنة مخيمات تندوف عن غضبهم واستيائهم من إقدام قيادة البوليزاريو على بناء ما تسميه قصر رئاسة الرابوني. وقال عدد من النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي المعارضين لسياسة وفكر قيادة الجبهة بأن عقلية هؤلاء الذين يتولون قيادة زمام الأمور بالجبهة لا يفكرون سوى في السلطة أكثر من تفكيرهم في الأهداف ذات أولوية حسب تعبيرهم. وأضافوا بأن قيادة البوليزاريو بمسابقتها الزمن لبناء قصر رئاسي جديد يظهر بأنهم مرتاحين على الأوضاع الحالية، حيث يتنعمون هم وذويهم بأموال المساعدات الإنسانية التي تأتي من عدة دول أجنبية. يذكر بأن جبهة البوليزاريو بقيادة زعيمها إبراهيم غالي قررت بناء مقر جديد في الرابوني ستطلق عليه لاحقا اسم القصر الرئاسي لقيادة البوليزاريو، وسيكون مسرحا لاستقبال إبراهيم غالي للوفود التي ستزور مخيمات اللاجئين بتندوف. خبر عاجل للمغاربة عن البطاقة الوطنية. في إطار التدبير الأمثل للبيانات الصحية على المستوى الرقمي للمواطنين، يستعد المغرب لإطلاق منصة إلكترونية متطورة تمكن المواطنين من الوصول إلى ملفاتهم الطبية باستخدام البطاقة الوطنية الإلكترونية، حيث ستسهل هذه المنصة على المؤسسات الصحية تبادل البيانات الطبية. هذه المعطيات كشف عنها عزيز مرابطي مدير الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية خلال عرض قدمه ضمن جلسة نقاش حول مستقبل الصحة الرقمية أقيمت على هامش فعاليات ثاني أيام معرض جايتكس جلوبال دبي العالمي. وأوضح المصدر نفسه أن الوزارة تعمل حاليا على إنشاء نظام معلوماتي وطني موحد يهدف إلى تسهيل تبادل البيانات الطبية بين المؤسسات الصحية عبر منصة إلكترونية متطورة. وأضاف ضمن تدخله أن الرقمنة تعد جزءا أساسيا من المشروع الملكي لتأهيل وإصلاح المنظومة الصحية، وأن الوزارة تعمل حاليا على إنشاء نظام معلوماتي وطني موحد يهدف إلى تسهيل تبادل البيانات الطبية بين المؤسسات الصحية عبر منصة إلكترونية متطورة. وتأتي هي المبادرة ضمن الجهود الرامية لتعزيز التحول الرقمي في القطاع الصحي وتوفير خدمات أكثر سهولة وفعالية للمواطنين. المنصة الجديدة ستتيح للمواطنين الاطلاع على سجلاتهم الطبية بما في ذلك التحاليل والعمليات والتشخيصات، ما سيساهم في تحسين جودة الرعاية الصحية. وباستخدام البطاقة الوطنية الإلكترونية سيتمكن المواطنون من الوصول إلى ملفاتهم بسهولة وأمان دون الحاجة إلى التواجد الشخصي في المؤسسات الصحية. أمريكا تتفوق على إسبانيا في إمداد المغاربة بهذه المادة الهامة، حيث كشف تقرير المقاصة الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية عن استمرار الاتجاه التصاعدي لواردات غاز البوتان إلى المغرب، وبعد أن بلغت هذه الواردات 1.4 مليون طن خلال النصف الأول من عام 2024، يتوقع أن تتجاوز الكمية الإجمالية للعام الحالي الرقم القياسي المسجل في العام الماضي، ما يعكس الأهمية المتزايدة لهذا المنتج في تلبية الاحتياجات الطاقية للمغرب. وأثار التقرير المرفق بمشروع قانون المالية لعام 2025 أن واردات المغرب من غاز البوتان خلال النصف الأول من العام الحالي شهدت تحولا ملحوظا نحو السوق الأمريكية، إذ شكلت المشتريات من الولايات المتحدة أكثر من 74% من إجمالي واردات المغرب الشهرية من هذا الغاز. واستحوذت المملكة بهذا الارتفاع الكبير على حصة سوقية تبلغ 15% من صادرات الولايات المتحدة من غاز البوتان خلال الفترة نفسها، متجاوزة بذلك دولا آسيوية كانت تعتبر شركاء تجاري تقليدي للولايات المتحدة مثل كوريا الجنوبية 11%، وإندونيسيا 9%، واليابان 8%. وحسب تقرير فإن الزيادة الحادة في مشتريات غاز البوتان الأمريكية والتي بلغت أكثر من 596% بين عامي 2017 و2023 تؤكد على الاتجاه التصاعدي المستمر في استيراد المغرب لهذا النوع من الغاز، إذ أنه وبعد أن كانت واردات المغرب من غاز البوتان الأمريكي لا تتجاوز 300 ألف طن في عام 2017 ارتفعت لتتجاوز 2 مليون طن في عام 2023. وأشارت الوزارة إلى أنه وبهدف تلبية الطلب المتزايد على الغاز خلال شهر رمضان قامت شركة الغاز في المغرب بزيادة وارداتها بشكل كبير، واستمر هذا الاتجاه التصاعدي في شهر مايو،
حيث سعت الشركات إلى إعادة بناء المخزونات استعدادا للفترة المقبلة. كما أن الانخفاض الكبير في أسعار الغاز العالمية والذي تجاوز 90 دولارا للطن ساهم في تسهيل هذه العملية. وأظهرت المعطيات أن المغرب لا يعتمد فقط على الولايات المتحدة فقط لتلبية احتياجاته من غاز البوتان، فبالإضافة إلى ذلك يستورد المغرب كميات كبيرة من هذا الغاز من دول أوروبية وعلى رأسها إسبانيا. وحسب التقرير فقد لعبت الدول الأوروبية دورا حيويا في تأمين إمدادات المغرب من غاز البوتان خلال فترات الاضطراب في الصادرات الأمريكية مثل شهر يناير 2024، أو عند مواجهة صعوبات في استقبال الشحنات من ميناء المحمدية الذي يستقبل حوالي 50% من إجمالي واردات المغرب من هذا الغاز، فيما بلغت حصة إسبانيا وحدها من إجمالي واردات المغرب من غاز البوتان خلال النصف الأول من عام 2024 ما بين 11 و 20%. وأكدت الوثيقة أن القرب الجغرافي بين المغرب وإسبانيا يساهم بالإضافة إلى توافق حجم السفن الناقلة لغاز البوتان مع البنية التحتية للموانئ المغربية في تسهيل عمليات استيراد هذا الغاز من الدول الأوروبية، فيما تزداد أهمية هذه العوامل في موانئ مثل الناظور وأكادير والعيون، حيث توجد قيود على حجم السفن وقدرة المرافق الاستقبالية، مما يجعل الغاز الإسباني الخيار الأمثل لتزويد مراكز التعبئة في هذه المناطق. وكشف المصدر ذاته عن زيادة ملحوظة في استهلاك غاز البوتان بالمغرب خلال الفترة الممتدة من يناير إلى أغسطس من العام الجاري، إذ بلغ إجمالي الاستهلاك حوالي 161.47 مليون قنينة سعة 12 كيلوغرام، بزيادة قدرها 0.87 مليون قنينة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلا أن الاستهلاك وصل إلى ذروته في شهر مارس تزامنا مع شهر رمضان، حيث تم استهلاك ما يقارب 21.9 مليون قنينة سعة 12 كيلوغراما. وتوقع تقرير وزارة الاقتصاد والمالية أن ارتفاع التقديرات الأولية تشير إلى أن إجمالي الدعم المخصص لغاز البوتان في عام 2024 قد يصل إلى حوالي 10.45 مليار درهم مقارنة ب 11.48 مليار درهم في العام السابق وفقا لمشروع قانون المالية لعام 2025.